السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيستي افيك نعيمة. أجرب الوصفة اليوم إن شاء الله. غادي نشارك معكم واحد الكيكة اللي كتجي رائعة بزاف وسهلة في التحضير، وطبعا المذاق ديالها كيجي يا سلام، يعني كيجي ولا أروع. إلا جربتوا هاد الكيكة أكيد غادي تحماقوا عليها وغادي تعجب وليداتكم وحتى الضيوف ديالكم. إلا شافوها يعني غادي يسولوك على المقادير. طبعا هنايا قبل ما نبداو ما ننساوش الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإلا كنتي أول مرة كتزوروا القناة فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وطبعا هنايا إلا بغيتوا تعرفوا الطريقة تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تكتشفوا معايا هاد المقادير ديال هاد الكيكة. إذا نبداو بسم الله على بركة الله في تحضير الوصفة. هنايا اول حاجه غادي ناخذ المقيله ديالنا. انا هنايا هذا هو المول العجيب ديالي. هنايا كانت عندي هذه المقله وحيدت ليها يدها يعني وبقات كتلصق، يعني كانت مقله ديال الطفل. صافي هنايا ما رميتهاش، يعني كنستعملها هكا بحال المول، كندخلوه للفران. صافي هنايا غادي ناخذ هذا الزيت اولا الزبده اللي عندكم وغادي تدهنوها من التحت ومن الجوانب ديالها كاملين وترشوا عليها الدقيق يعني كما كنديروا في المول عادي. طبعا هنايا كنصحكم الا عندكم شي بقيله بحال هكا تستعملوها بحال هاد الشكل، يعني بلا ما ترميوها. صافي هنايا اول حاجه غادي ناخدو البول ديالنا ولا الاناء ديالنا اللي غادي نديرو فيه 4 ديال البيضات اللي هي يكونوا في درجه حراره المطبخ. انا هنا استعملت 4 البيضات حيت هذيك المقيله كبيره، داكشي علاش بغيت الكيكه ديالي تولي منفوخه وطالعه. صافي هنايا كما قلت لكم غادي نهرس هنايا 4 ديال البيضات وغادي نزيد عليهم كأس إلا ربع من سكر سنيدة أو سكر حبيبات مع ساشي فانيلا. صافي هنايا نخلط شوية وتفكرت مع قبصة ملح، يعني غنزيدو حتى قبصة ملح لتصحيح الذوق. صافي نحركو الخليط حتى كيولي بحال هذا الشكل، يعني مائل للابيض. صافي في هذا الاثناء غادي نزيد عليهم واحد الياغورت، اي نكهه اللي كتفضلوها. انا هنا استعملت ياغورت بمذاق الفانيلا. صافي ونخلط المكونات حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. عاد غادي نبدا باضافه الزيت. الزيت هنايا استعملت كأس الا ربع وغادي نخلط المكونات. صافي بعد ما خلطنا المكونات مزيان غادي نبداو باضافه الدقيق. انا هنايا استعملت الكاس الاول، يعني كاس اللي يكون عامر، مع 3 الاكياس من خميره الحلويات. صافي الكاس الثاني غادي نبدا اضافه تدريجيا. انا هي استعملت غير النصف ديالو، يعني الخليط على حسب الدقيق اللي متوفر عندكم. انا هنا على حسب الدقيق الا كان كيشرب او لا. انا هنا استعملت كاس ونصف من الدقيق. صافي نخلط المكونات مزيان حتى كنتحصلوا على هذا القوام، يعني يكون القوام اللي كيكون ثقيل شويه. صافي في هذا الاثناء غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل باش نحيدو بها ديك الزفوريه ديال البيض، يعني كما قلت لكم باقي ليا النصف من الكاس الاخر. صافي هنا استعملت ملعقه ديال الخل ونخلط الخليط حتى كنتحصلوا على هذا القوام، يعني حتى كنتحصلوا على الرقم 8. هذاك هو القوام المناسب. صافي في هذا الاثناء غادي ناخذ المول ديالنا وغادي نكبو فيه الخليط ديال الكيك وندخلوه للفران اللي كيكون مشعول في درجة حرارة مرتفعة من الأسفل فقط حتى كتنفخ لينا، يعني حتى نشمو الريحة ديالها. عاد غادي نجعلو عليها من الفوق.
يعني ما تحلوش عليها الفران حتى كتشموا شويه الريحه، يعني تقريبا 20 دقيقه، عاد غادي نشعلوا عليها من الفوق. صافي ها هي الكيكه ديالنا بعد ما طابت، يعني كتجي بحال هذا الشكل، يعني كتجي محمره وطالعه. صافي هنايا غادي نخليوها جانبا باش تبرد، ما غاديش نسقيوها ولا والو. غادي نوجدوا معنا هاد الكريمه. انا هنايا استعملت ملعقه ونصف ديال الدقيق اولا النشا اللي يعجبكم، انا هنايا استعملت الدقيق مع 2 معالق كبار ديال السكر اولا 3 المعالق، يعني السكر على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا ضفت ليهم 2 معالق ديال الكاكاو المر، الا عندكم داك الكاكاو الاسود يمكن لكم تستعملوه. انا هنايا عندي غير كاكاو بني، داكشي علاش ضفت ليه شويه ديال نسكافي اولا قهوه سريعه الذوبان باش يولي اللون ديالو اسود شويه. طبعا هنايا زدت عاوتاني واحد الساشي من فانيلا، يعني باش تعطينا ديك النكهه الرائعه، يعني كتجي هاد الكريمه رائعه بزاف. صافي هنايا غادي نخلطوا النواشف مزيان حتى كيتجانسوا. غادي نضيف عليهم واحد الكاس كبير ديال الماء. انا هنايا استعملت غير الماء، ما استعملتش الحليب، وكتجي الكريمه عاقده وكتجي يا سلام. صافي هنايا نرفعوها فوق النار مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لينا في قاع ديال الكاسرول. صافي ها هي الكريمه ديالنا بعد ما وجدات. انا هنايا غادي نضيف ليها كاضافه، يعني ضفت ليها واحد الملعقه كبيره من الشوكولات ديال البواطه. الا عندكم شوكولات مربعات يمكن لكم تضيفوهم. صافي هنايا غادي نخلط هاد الشوكولات حتى كيذوب مع هاد الكريمه. صافي وغادي نكبوها فوق الكيك ديالنا. طبعا هنايا الكيك غادي نحيدوه من القالب، يعني غادي ندير هكا كحركة بسيطة في الجوانب، يعني غير باش نتفادى انه يلتصق لينا. وغادي نقلب المول بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو تماما. ها هي كيفاش كتجي، يعني كتجي ما محروقه ما والو، غير غادي نحيد ليها هاد شويه ديال هاد داك الدقيق اللي كنت درت ليه في التحت. يعني هاد الكيكه كتجي بحال الجينواز تماما في الشكل ديالها. صافي هنايا غادي نكب عليها ديك الكريمه قبل ما تبرد، يعني اكيد غادي نكونوا نكبوها محدها باقي سخونه باش ما تعقدش لينا. صافي غادي نوزعها هكا تدريجيا ونخليها تبرد واحد شويه، يعني غير فوق سطح العمل. نحاول هكا ندير ليها حتى في الجوانب باش ندير ليها شويه ديال البسكويت المهرمش اولا كاوكاو كونكاسي، مهم اللي يعجبكم. انا هنايا كنعطيكم تزيين من اختياري انا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، يعني تزيين اللي هو خفيف ظريف وفي المتناول. صافي هنايا غنخليها جانبا وغادي ناخذ واحد الدانيت بمذاق الكراميل، وغادي ندير هكا واحد البلاستيك في الداخل ديال الكاس، وغادي ندير فيها ديك الكراميل باش نزين به الفوق ديال الكيك. انا هنايا كنبارطاجي معكم التفاصيل كامله باش حتى المبتدئات طبعا يعرفوا الطريقه ديال التزيين الصحيحه، يعني ادوات اللي هي موجوده عندنا في الدار وسهله. يعني واخا ما تكونش عندك الحاجه يمكن لك ديري كيكه اللي كتجي رائعه في الشكل ولا في المنظر ديالها. صافي هكا غندير حركة دائريين، اختكم ما كتعرفش تنقش داكشي علاش كتجيني دوك الخطوطة يعني عاوجين شوية، داكشي علاش يعني اعذروني. صافي هنايا غادي ناخدو واحد داك ديال الخشب كوبون، وغادي نديرو هكا خطوط بحال هاد الشكل، يعني بحال الشكل ديال ميلفوي، وغادي نديرو العكس ديالهم حتى هما
بحال هاد الشكل، يعني كتجي في المنظر ديالها رائعة. صافي ودرت ليها داك البيمو في الجوانب، انا هنايا ما تصوراتش ليا اللقطة، يعني بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو. صافي هنايا وصلنا الى نهاية الوصفة، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائدة. بالصحة والراحة وبسلامة عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.